بوتاجاز فريش ماتريكس موديل 8420 يعتبر واحد من ابرز انواع البوتاجاز اللي بيميز شركة فريش. ومش كده وبس، البوتاجاز بيشد اي حد بيشتري بوتاجاز لانه بيتمتع بالتصميم الانيق والشكل الجذاب، لكن زي ما احنا عارفين لا يخلو منتج من العيوب. مفيش يا جماعة منتج او بوتاجاز بيكون كامل بيحتوي على كل المواصفات وكل الفنيات التي لا تخلو من العيوب. لا، يعني البوتاجاز اللي معانا النهاردة كويس جدا وكل حاجة، لكن في مشكلة لازم ان انا اوضحها لكم في الفيديو ده ان شاء الله، وكمان هقول لكم على الحل بتاع المشكلة دي او تتصرفوا ازاي مع المشكلة اللي موجودة، اللي بعتبرها غلطة من فريش. ان ازاي يعني هقول لكم على كل حاجة بالتفصيل داخل الحلقة مهمة جدا، لازم تتابعوها لغاية الاخر. الحلقة مهمة جدا، فيها تقييم شامل على كل حاجة موجودة جوه البوتاجاز. هنحكي لكم كل حاجة عنه بالتفصيل بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومنتج جديد من قناة اعرف منتجك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البوتاجاز ماتريكس موديل 8420. هنقيم كل جزء موجود في البوتاجاز وهنسيب لكم حرية الاختيار في الآخر إن كان البوتاجاز ده يناسبكم ولا لأ، وهنحكي لكم على مشكلة موجودة في البوتاجاز ده وطريقة حلها بإذن الله. هنبدأ بتقييم خامة البوتاجاز، وحضرتك بتضغط ضغطة متوسطة على سطح البوتاجاز عشان تشوف هل السطح بينزل معاك ولا مش بينزل معاك. البوتاجاز ده مش بينزل معاك، فده معناه ان البوتاجاز ده الخامات بتاعته بتكون كويسة جدا، بالاضافة انه ستيل مقاوم ضد الصدأ. وانا بشتري البوتاجاز لازم اقيم الشعلات. يعني ايه اقيم الشعلات؟ اشوف الشعلة ان كان فيها مكون سباف الايطالي ولا لا، ومكون سباف الايطالي بيكون محفور على الشعلة من الداخل ومن الخارج. وكمان ابص على البوتاجاز ان كان نظام حجرات ولا لسه نظام المواسير. دي سباف اهي محفورة قدام حضراتكم مادن ايطالي. مش معنى كده ان هو ايطالي، لا، ده هو في مكون ايطالي بيتجمع في ايطاليا، وفي منه ايطالي بيتجمع في مصر، لكن الفرق لا يذكر. لكن الفرق بين المكون السباف الايطالي تجميع ايطالي والايطالي تجميع مصري هو فرق كبير جدا في السعر. طبعا الشعلات دي اشعال ذاتي وامان كامل، دي ابرة الامان الكامل ودي ابرة الاشعال الذاتي. الامان الكامل لو حاجة اتدلقت على النار او فارت بيفصل غاز اوتوماتيكيا. لو عندي طفل مثلا بيحرك المفتاح بيلعب بيفصل برضو الغاز اوتوماتيكيا. طبعا لازم اخلي بالي من النقطة دي. الامان الكامل وظيفة مهمة جدا عشان خاطر الاطفال، وظيفة لو حاجة اتدلقت على النار برضو الغاز يفضل شغال. الامان الكامل بيفصل غاز ونار، فدي حاجة مهمة جدا، وده على فكرة بيعلي من تمن البوتاجاز. انا ما زلت في سطح البوتاجاز عشان اتأكد من وجود علامة سباف في كل شعلة من الشعلات. وبالمناسبة الشعلات دي بتكون نظام الحجرات. يعني ايه نظام الحجرات وايه الفرق ما بينها وما بين المواسير؟ المواسير دي كانت بتنزل زمان، مثلا ممكن نلاقيها زي اللي موجودة في كرياز القديم، موجودة في يونيفرسال، موجودة في بعض الموديلات والشركات الأخرى، لكن ما بقتش موجودة بشكل كبير دلوقتي في الموديلات الحديثة. ودي بتكون مهمة في ايه؟ لو اتجمعت بواقي طعام بتكون سهلة جدا في التنظيف، على عكس المواسير بتاعت زمان. لو اتجمعت بواقي طعام وحاجة اتعلقت داخل المواسير بتكون صعب تنظيفه، وكمان بيأثر على جودة النار او الشعلات فيما بعد، لان المواسير وانت داخل المطبخ بتشم ريحة الغاز. اما بالنسبة للحجرات بتكون الفواني متحددة جواها، فبتحدد قوة النار وبتحدد ان مفيش ريحة فعلا بتكون جوه المطبخ. كده انا اتأكدت ان سطح البوتاجاز بالكامل الخمس شعلات عبارة عن مكون سباف الايطالي، فدي بصراحة برضو حاجة كويسة جدا موجودة في البوتاجاز ده. دلوقتي هبدأ في تقييم حوامل البوتاجاز. حوامل البوتاجاز اللي موجودة في فريش ماتريكس عبارة عن حامل من الزهر. وظيفة الحامل من النوع الزهر مش من الحديد او التيفال، هو افضل انواع الحوامل عامة اللي بتكون من نوع الزهر، لان النوع الزهر بيعطي ثبات للاواني فوق سطح البوتاجاز، وجودته بتكون كويسة وتقيل، لكن مشكلته صعب شوية في التنظيف، ولو وقع على الأرض بيتكسر. بالنسبة لسطح البوتاجاز، مساحة سطح البوتاجاز، في تعليق مهم عايز أقوله، إن مساحة سطح البوتاجاز مش مستغلة بالكامل، بمعنى إن الحوامل الزهر مش جاية لغاية آخر البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين. في مساحة في الأجناب والأمام مش مستغلة، ودي بالنسبة لي من ضمن عيوب سطح البوتاجاز، لكنه مش عيب واضح أو صريح، لأن في اختلاف استخدام. في ناس بتحب مساحة فاضية علشان يسندوا عليها حاجة، او لو حاجة فارت ما تنزلش على الارض،
وفي ناس بتحب يكون في وسع بسطح البوتاجاز ويستفادوا بكل مساحة علشان يحطوا الحلال الكبيرة والطاسات الكبيرة، فيبقى مهم جدا بالنسبة لهم ان مساحة سطح البوتاجاز تكون كبيرة. فبالتالي لازم تبقي عارفة استخدامك ايه علشان تقرري ان العيب ده مناسب ليكي ولا العيب ده غير مناسب ليكي وما تقدريش تتغاضي عنه. خلي بالكم في 4 دعامات موجودين اسفل كل حامل من الحوامل الظهر، لو وقعت او اتحركت من مكانها او ضاعت ما بيديش ثبات فوق سطح البوتاجاز، فلازم نخلي بالنا، وكان لازم ان انا انبه على حضراتكم. لكن الحوامل من الحديد الظهر بتكون افضل كتير من الحديد العادي اللي بيكون خفيف ولا يعطي ثبات للاواني فوق سطح البوتاجاز. هنقيم دلوقتي واجهة البوتاجاز. لو سمحتوا خلي بالكم من اللي جاي، لوحة التحكم وواجهة البوتاجاز الفريش الماتريكس من الزجاج. طبعا في مفتاحين، مفتاح الفرن والشواية، في ناس كتير هتحب اوي المفتاحين اللي هم موجودين مع بعض، وان كل مفتاح هيشتغل لوحده، وده هيريح الناس كتير، وده هيكون حاجة جميلة بتعجب ست البيت. لكن نصيحتي ما تشغلهمش الاتنين مع بعض اكتر من 10 دقايق. هنرجع تاني برضو لوحة التحكم اللي موجودة من الزجاج. لوحة التحكم موجودة من الزجاج، وكمان في تاتش. طيب خلي بالكم بقى من اللي هيتقال دلوقتي، لوحة التحكم الزجاج مش معاها مروحة تبريد. البوتاجاز ده معهوش مروحة تبريد، فهنا في مشكلة موجودة، وأقول لكم تحلوها ازاي بعد شوية. تقييم لوحة التحكم. عشان أقيم لوحة التحكم وعشان أعرف المواسير اللي موجودة لازم أفك المفاتيح زي ما بيحصل كده. إن الميزة بصراحة اللي موجودة في البوتاجاز ده إن المواسير اللي موجودة من النحاس، والنحاس هنا أداة جيدة للتوصيل، توصيل درجة الحرارة، توصيل الشعلات، هيولع النار معانا بطريقة سهلة، هيحافظ على كفاءة البوتاجاز بعد كده. لكن تاني برضو لوحة التحكم زجاج ومش معاه مروحة تبريد، عشان هنحتاجها تاني بعد شوية، عشان في مشكلة هتأثر بعد كده على الشاشة الديجيتال والزجاج. يعني الزجاج ده ممكن يحصل فيه مشكلة بعد عمر طويل. يعني مروحة التبريد والزجاج الاتنين مع بعض بيتفقوا، لكن لو مش موجودين يبقى الموضوع فيه مشكلة على المدى البعيد. فكان لازم انوه لحاجة زي كده، ولازم انبه على حضراتكم عشان تاخدوا بالكم كان ده مناسب ليكم ولا لا. لكن برضو في حل موجود هقول لكم عليه بعد شوية في فرن البوتاجاز. تقييم فرن البوتاجاز هنا بصراحة في عزل كويس موجود في البوتاجاز، والعزل هنا بيكون 4 طبقات عزل موجودين داخل البوتاجاز فريش ماتريكس. يعني هو بيعوض حاجة على حساب حاجة، بس الواجهة من الزجاج. فكان لازم نقول ان مفيش مروحة تبريد. لو كان في مروحة تبريد كانت تبقى في الفتحات اللي بتبقى موجودة جوه الفرن. طيب هنا بصراحة شيء رائع ان هو عامل الحوامل اللي انا بشاور عليها دي، لان دي بتكون دعامات بتشيل الحوامل بتاعة الستانلس ستيل اللي موجودة جوه الفرن. كمان الشواية جاية بعرض الفرن، فدي حاجة كويسة عشان خاطر يعني تدي اداء كويس وتسوية جيدة للحاجة اللي احنا بنعملها جوه الفرن. كمان في مروحة توزيع حرارة داخل الفرن. مروحة توزيع الحرارة داخل الفرن هي للتسوية الجيدة. وكمان سيخين شواية، وكل واحد بيكون ليه موتور منفصل، بمعنى ان حضرتك تقدري تشغلي سيخين الشواية في نفس الوقت ومع بعض، او ممكن تشيلي منهم واحد وتشغلي الشواية 360 درجة اللي بتكون جاية ملحقات كهدية مع البوتاجاز فريش ماتريكس موديل 8420. حاجة كويسة موجودة في الفرن الخاص بالبوتاجاز ماتريكس. الحاجة اللي انا بشيلها دي لو وقعت حاجة جوه ناحية الاسلاك وناحية المكان اللي تحت ده هيكون سهل في التنظيف. على عكس كان في بوتاجاز كنت قايل عليه في الحلقة اللي فاتت كان صعب ان احنا نفتح اسفل قاع فرن البوتاجاز. طيب زي ما اتفقنا ان العزل اللي موجود في الفرن اللي معانا 4 طبقات، وبصراحة العزل بتاعه كويس جدا. كمان في ثيرموستات موجودة لتنظيم درجة الحرارة مع مروحة توزيع الحرارة داخل الفرن عشان تقلل الحرارة داخل الفرن. لكن المشكلة اللي كانت موجودة اللي انا بتكلم عليها من شوية ان بوتاجاز فريش ماتريكس موديل 8420 مش موجود فيه مروحة تبريد، وده هيأثر بعد كده بالسلب على واجهة البوتاجاز. وكمان المشكلة اللي انا قلتها هي ان ممكن يأثر على التاتش
فيما بعد. طيب ازاي احل المشكلة دي؟ ازاي؟ ان انا ما استخدمش فرن البوتاجاز في مدة اكبر من الساعتين 3 ساعات. هتبدأ السخونية تظهر على واجهة البوتاجاز وجناب البوتاجاز وعلى المفاتيح، هتتأثر بيها بالسلب، لان هنا مفيش مروحة تبريد موجودة. فكان لازم يكون في مروحة تبريد موجودة داخل بوتاجاز فريش ماتريكس موديل 8420. وكان لازم يعني انبه على حضراتكم بكل صراحة ان مفيش مروحة موجودة، مروحة تبريد داخل البوتاجاز دوت. عشان كده في مشكلة ممكن تواجهنا في واجهة البوتاجاز اللي معمولة من الزجاج، وكمان يأثر بالسلب على الشاشة الديجيتال. طبعا هو كل ده جوه الضمان وكل حاجة، لكن كان الافضل يكون في مروحة تبريد موجودة من الاول عشان الموضوع كان يكون مكتمل وبشكل افضل بكتير. ضمان هنا 5 سنين شامل من شركة فريش عن طريق الخط الساخن 19059، وكمان بتوفر 5 سنين بعد انتهاء فترة الضمان الأصلية مدفوعة الثمن. ملحقات البوتاجاز بتكون فيها الأرجل اللي هي بتكون خاصة بتثبيت البوتاجاز وارتفاعه وانخفاضه، وكمان بيكون في النجمة بتاعة القهوة بتكون حامل من الظهر. تقييم باب الفرن هنا، باب الفرن من الهيدروليك يعني سوفت كلوز، بيجي كده قبلها ب5 سنتي ولا حاجة، هو بيقفل لوحده، وده احسن عشان خاطر ما يخبطش الباب في الصاج بتاع الفرن فيحصل مشكلة. لو حاجة محطوطة فوق ممكن تدلق من على النار، ممكن يحصل مشكلة فيما بعد. فبصراحة الباب الهيدروليك بيكون احسن، وهو السوفت كلوز. اللي انا بضغط عليهم من الجنب هو ان باب الفرن سهل في التنظيف، يعني من هنا ومن هنا ضغط يمين والضغط من ناحية الشمال الباب بيتفك عشان خاطر اقدر انضف بسهولة الباب بتاع الفرن وارجع الجزء ده تاني. هو الجزء اللي في ايديا ده زي ما حضراتكم شايفين كده، يمكن انا فكيته عشان خاطر اوضح لحضراتكم ان فعلا الباب سهل في التنظيف، ودي هتكون حاجة مريحة لست البيت. هو عبارة عن سوستتين موجودين في الجناب، الجنب اليمين والجنب الشمال. لما بضغط عليهم باستمرار بسحب الجزء الاعلى اللي انا ماسكه في ايديا ده عشان خاطر اسهل عليا تنظيف باب الفرن. والميزة اللي موجودة اللي حضراتكم شايفينها ان هو سوفت كلوز او الباب هيدروليك الخاص بالبوتاجاز فريش ماتريكس موديل 8420. لما نيجي نقيم زجاج البوتاجاز، خامة الزجاج كويسة جدا، لكن المشكلة الأساسية إن مفيش مروحة تبريد في واجهة البوتاجاز. فكنت أتمنى يكون في مروحة تبريد، ده كان هيساعد كتير من تخفيف درجة الحرارة على واجهة البوتاجاز والفرن. شواية فريش ماتريكس، شواية 360 درجة، واللي احنا شفناها في أكتر من موديل الحقيقة في بوتاجازات فريش، ودي بتكون براءة اختراع من شركة فريش وحاجة مميزة، وحاجة بتكون موجودة في فريش هامر وماتريكس وبروفيشنال كنترول، وكمان الفريش الهامر روستيك والفريش الماتريكس اللي معانا النهاردة. شواية 360 درجة، وتقدري حضرتك بسهولة تركبيها مكان سيخ الشواية اللي موجود داخل الفرن، لأن الفريش الماتريكس من مميزاته إن بيكون فيه موتورين مش موتور واحد. فدي بصراحة حاجة كويسة من شركة فريش، واللي بتتميز بيها عن باقي الشركات المنافسة. رقم الموديل طبعا 8420 يا جماعة، هتلاقوه موجود على الشاشة طول الحلقة. هتكلم باختصار عن عيوب البوتاجاز ده، لكن قبل ما نقولها ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لقناة اعرف منتجك عشان يوصل لكم كل جديد من المراجعات واحدث الاسعار. طبعا اهم عيب وابرز عيب موجود في بوتاجاز فريش ماتريكس موديل 8420 انه لا توجد مروحة تبريد في الفرن. البوتاجاز بصراحة هايل كشكل ومنظر كويس، وفيه خامة كويسة، وفيه مكونات هايلة من سبائف الايطالي، وبوتاجاز صراحة جميل، لكن مشكلته ان مفيش مروحة تبريد وعدم استغلال مساحة السطح بالشكل الامثل، لانه ضيع مساحة الشعلتين اللي موجودين في الجنب واهتم بالشعلة اللي في النص، ومع ذلك لما اهتم بالشعلة اللي في النص برضو ما سابش مساحة كافية ان الحامل يغطي سطح البوتاجاز من الاول للاخر، زي مثلا بروفيشنال كنترول او زي فريش هامر. بالنسبة لملخص المميزات، الحقيقة ان في مميزات كويسة انا قلت عليها موجودة في البوتاجاز ده، زي ان خامة البوتاجاز من الستيل،
شعلات سباف الإيطالية، ودي أهم حاجة موجودة، إن ال5 شعلات موجودين من سباف الإيطالية، أيا كان بقى وضعها، إيطالي تجميع مصري، إيطالي تقفيل إيطالي، الاتنين كويسين، بس مفيش فرق كبير ما بينهم. الفرق بيكون في السعر زي ما قلنا في الحلقة، لكن البوتاجاز فيه الأمان الكامل والإشعال الذاتي ومكون سباف الإيطالي موجود، فدي حاجة غاية في الروعة وحاجة كويسة جدا، والحوامل من الظهر حاجة كويسة، بخلاف طبعا اللي ذكرناه من عيوب. من ضمن المميزات اللي موجودة في البوتاجاز فريش ماتريكس إن العزل اللي موجود 4 طبقات وعزل جيد للفرن. كمان في مروحة توزيع حرارة مع ثيرموستات. كمان الباب هيدروليك. الباب هيدروليك هنا بيكون سوفت كلوز، يعني الباب بيقفل لوحده بدون ما يرزع في جسم البوتاجاز نفسه. حفظ الطعام أسفل الفرن. حفظة الطعام بتكون ليها وظيفة إن ممكن حضرتك تعدي وجبة وبعدين تحفظيها سخنة لغاية ما تعدي الوجبة التانية وتقدميهم الاتنين مع بعض. من ضمن المميزات المواسير الداخلية من النحاس وبوتاجاز فريش ماتريكس موديل 8420، وده اللي بيخليني أفك المفاتيح اللي موجودة في واجهة البوتاجاز عشان خاطر أتأكد من كل مفتاح إن كان المواسير بتاعته من النحاس ولا لأ، لأن ده بيدي عمر أطول للبوتاجاز. فبصراحة حاجة محترمة جدا من شركة فريش إن هي تدعم خامات كويسة وذو كفاءة عالية، لكن كنت أتمنى يكون في مروحة تبريد موجودة داخل الفرن. جوانب البوتاجاز من الستيل المقاوم ضد الصدأ، وكمان في مناورة جيدة في ظهر البوتاجاز. في مخرجين للغاز موجودين، المخرج اللي قدامنا على اليمين، والناحية التانية برضو في مخرج موجود من الشمال عشان خاطر ماسورة الغاز لو نازلة ناحية اليمين أو الشمال ما يبقاش فيه أي مشكلة. ولازم أبلغكم برضو إن تتصلوا بشركة الغاز عشان خاطر يجي الفني المختص اللي يغير الفواني من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي. الغاز المسال هو الغاز الأنبوبة، يغيره على الغاز الطبيعي. سعر البوتاجاز في وقت تصوير الحلقة 11765. لو حسيتوا ان الفيديو ده ممكن يفيد حد غيركم ياريت تشاركوا الفيديو، ما تنسوناش باللايك للفيديو والاشتراك في القناة. وفي النهاية اتمنى اكون بفيد حضراتكم باي معلومة وعرفتوا مميزات وعيوب البوتاجاز ده كويس جدا، وبناء عليه تقدروا تقرروا ان كان الجهاز ده مناسب لاستخدامكم واحتياجاتكم ولا لا. اي استفسار واي سؤال اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهرد عليكم بنفسي في اقرب وقت ممكن. ولو في اي منتج تحبوا نعمل عليه مراجعة مصورة اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنعمل عنه مراجعة مصورة. واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.